لا، ما هي مش موضة. هي مش قصة شعر طلعت جديدة فهنقلدها، ولا لون شعر طلع جديد هنجربه. ايه ده، في ايه؟ ده مش تيشيرت عمرو دياب هيلبسه هو في اغنية فنطلع تاني يوم نقلده. دي حياة بني ادمين. ومش معنى ان احنا بنلتمس الاعذار للناس ومعنى ان احنا بنقول اكيد في ضغوطات وفي حاجات وصلتهم لكده ان التجربة دي تتكرر تاني وتالت ورابع. بقى سهل كده على البني ادم ان ينهي حياته في ثانية. بعد ما الموضوع بتاع بسنت خلص، ما فيش يومين ما لحقتش اصلا يومين بعديها على طول الدكتوره برضو رمت نفسها من الدور الثامن في النزهه، دكتوره علاج طبيعي. هتقولوا لي ممكن يكون التجربتين مختلفين، يعني اكيد مثلا دي ما عملتش كده عشان الاولانيه عملت كده. ماشي، بس في نسبه. يعني لو التانية دي دكتورة العلاج الطبيعي دي كان عندها نسبة ولو 10% ولا 20% بس في انها تفكر في الفكرة. لما شافت بسنت يعني خلت الفكرة تزيد عندها اكتر. ما هو احنا لما بنشوف تجارب الاخرين بنعمل ايه؟ يا نتعلم منها فما نمشيش في الطريق اللي هم مشوا فيه، يا اما نقلدهم. يا اما ما هو يا ده يا ده، فمش كل الناس نفس العقليه ومش كل الناس نفس التفكير. وارد دكتوره العلاج الطبيعي دي تشوف بسنت وتشوف اللي حصل لها فتقول ان هو ده الحل الوحيد عشان اخلص من القرف اللي انا فيه، فتعمل كده زيها. بيقولوا انها كانت بتعاني من اكتئاب وكانت تعبانه نفسيا. طب ما نتعالج يا جماعه، ما نتعالج. العلاج والطب النفسي مش عيب ومش حرام، بس نعرف الاول ان احنا محتاجين لعلاج. في ناس بتقاوح، في ناس بتبقى عارفه ان هي عندها مشكله وما بتلجاش للدكتور. ليه؟ هو احنا ما نلجاش للدكتور بس غير لما نكون تعبانين جسمانيا؟ ده التعب النفسي ده اسوأ من التعب الجسماني. انما في ثانيه كده، في ثانيه ننهي الحياه، في ثانيه، في ثانيه نرمي حاجه، كل حاجه ورا ظهرنا، ونرمي الناس اللي بنحبها ونرمي ولادنا ونرمي حياتنا اللي ربنا اداها لنا ونرميها كده في الارض. في ثانيه بنقطع ورقه الامتحان ونرميها من غير حتى ما نكمل الامتحان. ده انت حتى، طب اثبت حضورك حتى في اللجنه. انت في لجنه امتحان في الدنيا دي ما ينفعش تمسك ورقه الامتحان تقطعها وترميها لمجرد انك مش عارف تجاوب سؤال ولا اتنين ولا تلاته. انت حضرت الامتحان يبقى مجبر انك تكمل. مفيش حاجه اسمها تنسحب من الامتحان وترمي الورقه. انت قطعت الورقه بتاعت حياتك خلاص، وده مش بايدك. مفيش حد في الدنيا بايده ان ينهي حياه بني ادم غير ربنا. ربنا اللي ادانا حياتنا وهو اللي بايده ياخدها وهو اللي بايده يسيبها. وبعدين هو العمر ده سهل كده؟ سهل؟ ده في ناس من اللي بتمشي من الدنيا بيبقوا كانوا او على فراش المرض او تعبانين بيتمنوا ساعة واحدة يعيشوها عشان يصلحوا علاقتهم بربنا، عشان يصلحوا كل حاجات وحشة عملوها في الدنيا. ففجأة البني ادمين دول يقرروا ان هم لا احنا هننهي حياتنا فجأة كده. هو سهلة كده يا جماعة؟ ازاي ده؟ انا مش محتاجة اقول ان ده مش تقليل من وجع اللي قدامي ومش تقليل من المشاكل اللي الواحد بيمر بيها خالص. انا اكتر واحده بحس بالناس وبقول لكم لا احنا لازم حرام نرحم الناس ونحس بيهم، بس مش لدرجه انهاء الحياه. ما ينفعش، مش من حقنا اصلا نعمل كده. ما فكرتوش في الناس طيب اللي بعديكوا؟ ما فكرتوش في اولادكم، في اهاليكم؟ هيبقوا عايشين ازاي دول؟ بقى هيعيشوا ميتين بالحياه. بس اذا كانت حياتكم هانت عليكم هتفكروا في مين تاني؟ الحياه اللي وزنه ونعمه من ربنا انتوا رميتوها في ثانيه. واحد بيتمنى يعيش يوم زياده عشان يرضي في ربنا، يعمل فيه حاجه للناس اللي بيحبها، والناس دي بترمي حياتها كده. الضغوطات النفسيه يا جماعه بتوصل لكوارث. وقلت لكم 100 مره في اشخاص مؤذيين جدا في حياتنا. انا عملت لكم فيديو مخصوص عن الشخص المؤذي. ده انا كل ده ما كنتش كملت كمان الحاجات اللي بيعملها الشخص المؤذي. في اشخاص مؤذيه جدا نفسيا في حياتنا، طلعوهم بره حياتكم. ما تعيشوش مع ناس تعبانه نفسيا. تعبانين نفسيا يروحوا يتعالجوا، يروحوا لدكتور نفسي يتعالجوا. في ناس عندها اكتئاب وفي ناس مرضى نفسيين شخصيتهم مش سويه وشخصيتهم مكعبله، يروحوا لدكاتره نفسيين يتعالجوا. لكن ما يعيشوش مع البني ادمين ويبلوهم ببلاوي. يعني جوز دي ولا جوز دي، يعني انا ما اعرفش الدكتوره بتاعت العلاج الطبيعي دي ظروف جوزها ولا هو السبب ولا لا. انما بسنت كان جوزها هو السبب، والناس اللي حواليها كانت هي برضو السبب. على فكره رغم انها كانت بتضحك وبتصور فيديوهات وبتعيش وبتتاقلم وبتعمل كل حاجه، بس دوت
في صمت. يعني دوت كان من جواها هي بتتألم ومحدش حاسس بيها. قلت لكم 100 مرة إن مش لازم الواحد يقعد يعيط ويبقى بيسح دموع قدامكم ومنهار نفسيا قدامكم عشان خاطر نحس بيه ونقول إن ده تعبان نفسيا. لا، في اكتئاب بيبقى من جوانا بيموتنا. اللي تعبان نفسيا وعنده اكتئاب يروح لدكتور نفساني، مش عيب. دكتور نفسي دوت أنا بالنسبة لي مهم جدا جدا عن الدكاترة كمان البشريين، لأن التعب النفسي أسوأ من التعب الجسماني، وفي تعب صامت ما حدش بيعرف يتكلم فيه ولا يشرح تعبه اللي قدامه، وده أسوأ. ده بيخلي الواحد بيموت في صمت. مش عيب ان احنا نلجأ للدكاترة، لكن ننهي حياتنا. والجوازات الفاشلة، في واحدة طلعت على التيك توك بتقول ان هي بعد ما شافت الفيديو بتاع بسنت، اهو ده اللي انا قلته لكم في الاول، ان الحالات اللي بتحصل قدامنا او المشاكل اللي بتحصل قدامنا والتجارب اللي بتحصل للناس حاجة من الاتنين: يا بتعلمنا ما نعملش زيهم، يا بتخلينا نقلدهم ونعمل زيهم. مش كل تفكير الناس واحد، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، حسب شخصية الإنسان. ففي واحدة طلعت بعد ما شافت الفيديو بتاع بسنت، كانت أصلا بتطلع بتشتكي، وكانت بتقول إن هي بتشتكي من جوزها وإن هي بيعذبها وبيبهدلها ومبهدل ابنها ومش عايز يديها حقوقها، وشافت الأمرين معاه. بس بعد فيديو بسنت اتعلمت، قالت لا، أنا مش ممكن أعمل كده وأسيب ابني بعد يعاني. أنا مش ممكن أعمل كده في نفسي وأسيب عمري، أنهي عمري بإيدي. أهي دي واحدة اتعلمت، واحدة شافت قصة حصلت بالطريقة دي لحد اتعلمت منها. في ناس بقى ما بيتعلموش، في ناس بيقلدوا. انا مش عارفه هو التقليد ده ايه. احنا بنقلد ايه؟ بنقلد ان احنا نرمي حياتنا في ثانيه كده، نرميها كده في ثانيه. لو عالجنا الاسباب مش هيبقى فيه مشكله. اول الاسباب دي الجوازات الفاشله، وقلتها لكم مليون مره: ما تتجوزوش، اقعدوا في بيوت اهاليكم، ما تتجوزوش. يا اما تعرفوا كويس قوي البني ادمين دول قبل ما تتجوزوهم، سواء ستات او رجاله على فكره. لان مش شرط بس على فكره الرجاله هم اللي بيبقوا وحشين، بنسبه كبيره الرجاله في بعد الجواز ممكن هم اللي يبقوا فعلا وحشين ويضحكوا على عقول اي ست. ماشي، دي بنسبه كبيره. بس في نسبه تانية الرجاله بتعاني مع ستات مش كويسه، بس عشان الرجاله اقوى وعشان الرجاله نفسيتها بتبقى اهدى وامتن شويه من الستات، فما بيقدموش على الخطوه دي مش بسهوله. ولو ان في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن يقدموا عليها بسبب المعيشه وبسبب الاسعار وبسبب الظروف، ربنا يرحمنا. بس من فضلكم قبل ما تتجوزوا لازم تعرفوا البني ادمين، لازم تفهموهم كويس جدا، لازم تختبروهم في كل الظروف وفي كل الاحوال. ما تتجوزوش كده وخلاص. الجواز مش نعمه لو اللي قدامك ما بيحترمكش وما بيحبكش وما بيصونكش. خليكوا قاعدين من غير جواز اسهل. انما ما تبلوش الدنيا بمصايب. انا بقى كل تفكيري دلوقتي في الولاد والشباب الصغيرين اللي بيتفرجوا على المناظر دي وبيسمعوا الاخبار دي، هيعملوا ايه؟ وحياتهم اللي جايه صعبه. دي الكارثه الحقيقيه اللي محدش واخد باله منها دلوقتي، ان في جيل طالع من الشباب لو شاف القصص دي هيقول ان ده اسهل حاجه في الحياه، ان احنا نخلص من حياتنا، اي مشكله تواجهنا نروح نخلص منها وخلاص. دي مصيبه سودة. وسائل التواصل الاجتماعي بقت فضيحه، بقت بتبين الفضايح. زمان ما كانش القصص دي كلها بتبان، كان ممكن قصه ولا اتنين تتنشر في الجورنال وخلاص. انما في وسائل التواصل الاجتماعي والميديا والانتشار الرهيب بتاع الفيديوهات، كل حاجه خلاص بقتش بتستخبى. اي حد بيعمل اي حاجه يروح يصورها فتنتشر وتتذاع وتبقى ترند. انا خايفه على اولادنا، خايفه على الشباب اللي طالع ده لما يشوف القصص دي هيعمل ايه. احنا في مصيبه سودة. لو ما حجمناهاش وعرفنا نعالج الاسباب وعرفنا نهدى على نفسنا كده ونفهم ان مش اي حد وخلاص نتجوزه ولا اي حد نعيش معاه في بيت واحد، الدنيا هتبقى مصيبه سودة. واختاروا لاولادكم ناس كويسين، ناس اسوياء. اللي تعبان نفسيا يروح يتعالج، ليهم دكاتره يروحوا يتعالجوا. مش عيب ولا حرام، بس ما يعيشوش مع ناس يسببوا لهم اذى نفسي لدرجه ان هم يخلصوا على حياتهم. حرام عليكم يا جماعه، احنا بنشوف بلاوي. ويا ريت نسمع بعض، يا ريت نرحم بعض، يا ريت ما نجرحش بعض. الكلمه الصغيره اللي انت فاكر ان هي ما بتاخدش من وقتك حاجه، لما تحطها الكومنت لحد ولا تاذي بيها مشاعر حد وتقولها له في وشه لما تزعق في حد، مش بتاخد منك انت حاجه، لكن اثرها بعد كده على اللي قدامك كارثه. ممكن اللي قدامك لو نفسيته صعبه ما يستحملهاش ويفضل طول عمره تعبان بسببها. ارجوكم ارحموا بعض. ارجوكم ما تحسوش ان الكلام اللي بيتقال دوت سهل على نفوس اللي قدامكم، ده كارثه.
الناس بتتعب منه نفسيا ومحدش حاسس بيها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دول مش كلاب وقطط بتعذبوا فيهم بس، وحتى الكلاب والقطط ما رحمتهمش. بتوع البني ادمين اولى، وبتوع لا حرام نعطف على البني ادمين. طب ما هو البني ادمين طفشوا بسبب العمايل بتاعتكم. ما هو اللي بيأذي روح وما بيحسش بروح، ما بتتكلمش وروح صامته ما بتشتكيش غير لربنا، اكيد مش هيرحم البني ادمين اللي بتتكلم. ده دول ما بيبقوش عملوا لكم حاجه وبتأذوهم بكل انواع العذاب. فما بالكم البني ادمين لما يردوا عليكم بقى وياخدوا ويدوا ويتكلموا معاكم، هتأذوهم هتموتوهم. خلي في قلبكم رحمه شويه. الواحد زهق وقرف من كتر اللي بيشوفه. وخلي بالكم من ولادكم، علموهم صح، قربوهم من ربنا. لو حتى مفيش اي حد في الدنيا سمعكم، واي حد متضايق وعنده مشاكل كتيره وعنده بلاوي سودة، لو ما حد سمعه من البني ادمين يلجأ بنفسه لربنا. ربنا هو الحل. مفيش امل ولا رجا في البني ادمين، لكن عند ربنا في حلول كتيره جدا. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ابوس ايديكم ما تنهوش حياتكم في ثواني كده. مفيش حاجه اسمها نمسك الورقه ونقطعها من قبل ما نبتدي الامتحان. كملوا الامتحان، يمكن تنجحوا في سؤال ولا اتنين، مش تسقطوا خالص. وخلوا بالكم من ولادكم. خلوا بالكم من ولادكم، طلعوهم اسوياء عشان ما يواجهوش البلاوي السوداء اللي بنشوفها، وما يبقوش هم السبب لناس تانية في انهم يعملوا كده. اطلبوا من ربنا يرحمنا، لان دي اهم دعوة دلوقتي كلنا محتاجينها.